سنين مخاصمة. معاوية والحسن والحسين عنوان مسلسل درامي أثير حوله جدلا كبيرا، إذ يجسد وللمرة الأولى صبط الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وشخصيات أخرى مثل معاوية ويزيد رضي الله عنهما. كما يهدف المسلسل إلى التوافق بين الشيعة والسنة وإظهار دور المؤامرة اليهودية التي أثرت في الخلاف بشكل كبير. العمل يتحدث عن أحداث الفتنة التي مر بها المسلمون من مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه. نظهر القصة الحقيقية المذكورة في التاريخ حتى نبين العلاقة الكريمة بين الصحابة أنفسهم وبين الصحابة وآل البيت، لأن طبعا كما نعرف أن صارت هناك فتنة بين الصحابة في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولكن نبي نحاول نبين في هذا العمل أن الصحابة كانوا عظماء وأخلاقيين حتى أثناء خلافهم. العمل أثار جدل كبير جدا، ولكن للأسف يعني تم كثير من الإطلاق من بعض الأحكام اللي هي لسه ما بتعرف المادة أساسا. يعني الجدل صار حوالين الفكرة وليس حوالين العمل، وهذا كثير مهم جدا. يعني فكرة طرح الحسن، إشكالية الحسن والحسين. خلاف نشأ اللي حدث بين الصحابة بعد مقتل عثمان. هناك ناس قالوا يجب أن نأخذ الثأر من قتلة عثمان بنفس الوقت، بينما طرف آخر قال يجب أن يستتب الأمر وتستتب الأمور ثم يحاكمون ثم يتم القصاص من قتل عثمان. ونشأت هناك طائفة بالوسط هي طائفة عبد الله بن سبأ أججت الفتنة بين الفريقين. عبد الله بن سبأ اليهودي هذه عندنا أسطورة وشخصية وهمية، ولذا تبرير الظلم على أهل البيت وعدم تثبيت التهمة لشخصيات إسلامية عندنا ثابت أنهم ظلموا آل محمد وقتلوا الإمام الحسين. هذا نشوف أنه خلاف الواقع، ومن دون شيء نحن نقف أمام هذا المسلسل. أثار هذا المسلسل جدلا في الأوساط الدينية نظرا لأنه يتناول حياة حفيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجسد شخصيتهما، إلا أن القائمين على العمل حصلوا على فتاوى تسمح بتجسيد الشخصيتين من قبل العديد من المراجع الدينية. كانوا المشايخ ويانا أول بأول، يعني قبل لا أنه يقول الفتوى هو أساسا كان قاعد يعدل. فأنت فاهم الفكرة كيف؟ هم يأتوا بملاحظاتهم أعدل على النص حتى وصلنا إلى الصيغة المرضية المقبولة للمعايير العلمية الشرعية والتاريخية الصحيحة. عندنا 30 فتوى إلى الآن من علماء المسلمين يمثلون كل الطوائف، من علماء يمثلون الشيعة وعلماء يمثلون السنة، ومن كبار العلماء يعني في الوطن العربي كله وفي العالم الإسلامي. الأزهر الشريف أفتى بحرمة تصوير الرسل والعشرة المبشرة وتصوير الصحابة وحرم ذلك. بطلين العمل من الأردن الفنان محمد مجاري في دور الحسين والفنان خالد الرويري في دور الحسن، وأبدعوا صراحة هذين الشابين في أداء الدور. الآن الكلام بالنسبة إلى من يمثلهما. لو كان من يمثل شخصية الإمام المعصوم الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين عليه الصلاة كان شخصية علمية معروفة بالفضيلة والورع والزهد والتقوى، ما كان عندنا مانع. ولكن من يجسد هاتين الشخصيتين العظيمتين العملاقين هو أحد الفنانين في الأردن. يا ابن سبأ البشرى. وأخيرا أرسلوا رجالا تتوعد عثمان ليمنعوه من الذهاب إلى المسجد، وأخيرا تحركوا. وما أخبار ذؤيب؟ أرسلوا في طلبه. أوكي، برافو فادي. أما الإجراءات القانونية باعتبار في هناك شركة كويتية، شركة المها الكويتية، فهناك بعض الأخوة من الشيعة وهناك بعض المحامين سوف يرفعون دعوى قضائية على منتج هذا المسلسل، يعني على شركة مها، لمنع عرض هذا المسلسل في الكويت.
ومن المتوقع أن تصل تكاليف هذا المسلسل إلى 7 ملايين دولار بسبب المشاكل والعراقيل التي تواجه الإنتاج. ويبقى السؤال: هل سيبصر مسلسل معاوية والحسن والحسين النور أم أن الفتاوى الشرعية ستحول دون ذلك؟ تساؤلات ستكون الإجابة عنها خلال شهر رمضان المقبل. أميرا للمؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. إنكم ستلاقون قوما فيهم رجال استحلوا حرمة المدينة وحرمة الشهر الحرام وحرمة الدم الحرام. لماذا تسيل دماء المسلمين؟ من أجل خلاف في الرأي؟ ومن قال إننا يجب أن نتشابه؟ كيف حدثت هذه الحرب؟ ومن الذي أشعلها؟ تريدون أن يكون دين محمد مصدر رعب للناس وهو بريء من ذلك. ليس للعرب عز بغير الإسلام. مشكلتنا الحقيقية مع الإسلام. لقد نكث ابن عفان بعهوده وأرسل إلى واليه بمصر يأمره بقتل إخوانه. ألم تشفع له عندهم حرمة مصاهرته لرسول الله؟ المسلم لا يزكيه إلا عمله، ولكن يشعر أن أمرا يضطر الخطر. ومن لا يفي بوعده ليس له منا إلا عد السيف. دافعوا عن خليفة، وإذا لزم الأمر قاتلوهم. فمن أنت وأنا لنخرج على خليفة بحجم عثمان؟ تشهد فإنك مقتول. اقتله كلنا فيضيع دمه بين القبائل. لماذا؟ ويل معاوية، أنا هنا في الشام مرتاح وأمير المؤمنين محاصر منذ أسابيع في المدينة. سنجعل الخلاص من عثمان بن عفان عيدا له. إنه أن يكون كأبي بكر وعمر فقد عصيا الرسول. تريدونني أن أرفع السيف في وجه من يقول لا إله إلا الله؟ أي خليفة لرسول الله أنا؟ أي خليفة لأبي بكر الصديق أنا؟ أي خليفة لعمر بن الخطاب أنا؟ هذا ثوب عثمان، هذا ثوب عثمان بن عفان، قتل بأيد باردة وبقلوب أعماها الله عن الحق. قتلتموه ثم جلستم تبكون على كما جعلناهم يختلفون على كره عثمان يجب أن نجعلهم يختلفون على حب علي. اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. إن الأمور تجري على دينك. تحسب أن الله سيجازيك ويكافيك ويثيبك ويزكيك عن غير عملك، وصار أهل البصرة هم الذين يختارون الخليفة. ما بال القوم يتعجلون في اختيار خليفة للمسلمين ودم الخليفة المقتول لم يجف بعد؟ سأسعى بكل ما أوتيت إلى تأجيج الخلاف وزرع بذور الشقاق بين المسلمين، ومع ذلك يجب أن نسرع في اختيار خليفة. دم خليفتنا في رقابنا ولن يضيع أبدا. والله إن سيوفنا لم تجف بعد من دم عثمان. فمن أنت لتكفر ابن عم رسول الله وصهره وخليفته؟ ثم كيف سولت لك نفسك بأن تتكلم هذا الكلام؟ والله لأقتلنك قتلة ما عرفتها العرب من قبل. جدي كان يواجه كفارا، أما أبونا الآن يا زينب فإنه يواجه مسلمين. قد انقطع الوحي. لن أبايع أحدا وقتلته عثمان على قيد الحياة. لن أضع يدي بيد خليفة قبل أن أقتل كل من شارك بقتل عثمان. أفيكون معاوية أشد غيرة منا على أمير المؤمنين؟ ولكن لهذه الأمة خليفة واحد يقضي بالحق بين الناس. فقد أسفت الساعة التي كنتم تنتظرونها حتى تبروا إلى الله عز وجل يمينكم في أمير المؤمنين رحمه الله. أنني أنظر لسيوف المسلمين تذبح المسلمين. هذه تصيح الله أكبر وتلك تصيح الله أكبر. ومن قال حي على قتل أخيك المسلم قلت له. سأفتنهم في دينهم بعلي بن أبي طالب حتى يعبدوه ويغالوا فيه. من أجل هذا ظلك الله أبايع معاوية بن أبي سفيان أميرا للمؤمنين. بايع أهل الشام معاوية أميرا للمؤمنين. لا يبدو أن الأمر سينتهي قبل أن يبيد أحد الطرفين خصمه. معاوية ليس له إلا السيف. أثير الفتن بينهم فهم كالنار إن لم تجد ما تأكله أكلت نفسها. أنحن أعدوا بين ليلة وضحاها ما بناه رسوله وأصحابه في سنين. لا يجوز أن يكون للمسلمين خليفتان، فهذا في الدين غير جائز. عن أي دين تتكلم؟ أي دين هذا الذي يأمركم بتكفير المسلمين على هواكم وقتلهم على